لو عندك بيضة واحدة بس وعندك كمان كوبايتين من الدقيق هتقدري تعملي اكتر من 80 قطعة من البسكوت اللي انت شايفاه ده. قد ايه جميل جدا، طريقته سهلة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت الطعم فوق الخيال، بجد يستاهل التجربة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معانا أول حاجة نص كوباية من السمنة أو الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، كمان حطيت عليها نص كوباية من السكر البودرة، وانا بحب انخل السكر البودرة عشان مبقاش فيه تكتلات تضايقني وانا بقلب كده السمنة مع السكر. بدأت ان انا بمضرب يدوي عادي جدا، استخدمت هنا المضرب اليدوي مش المضرب الكهرباء، وبدأت ان انا اخلط السمنة مع السكر كويس جدا لحد ما بقى لونها ابيض وفومي زي ما انتم شايفين كده. تمام. في المرحلة دي اروح جاية بقى ضايفة هنا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وكمان نقطتين من الفانيليا، وحوالي كده 3 معالق كبار من الزيت. وابدأي بقى اخلطي كل الكلام ده مع بعضه. طبعا احنا حطينا هنا زيت علشان يديني قرمشة للبسكوت بتاعي، ما يبقاش ناعم ودايب قوي يعني. لو حابة تستغني عنهم مفيش مشكلة. بدأت ان انا اخلط كله مع بعضه زي ما انتم شايفين لحد ما امتزجوا مع بعض والبيضة اختفت تماما. بعد كده في المرحلة اللي جاية دي هنحط بقى الحاجة اللي هتنكه معايا البسكوت بتاعي وتخلي طعمه حلو، وهو الكاسترد. انا حطيت منه معلقتين كبار من بودرة الكاسترد، ولو ما عندكيش كاسترد فانت ممكن تعوضيها بالنشا. كمان حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما تكتريش في البيكنج باودر قوي علشان ما ينفش معاكي قوي. بعد كده نزلت بكوبايتين من الدقيق بالتدريج واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين، وبأطراف صوابعي ببدأ ان انا اعجن العجينة بتاعة البسكوت. تمام. طبعا الدقيق كان عليه رشة من الملح بسيطة. ابدأي بقى دلوقتي كده بأطراف صوابعك، يعني ايه، اعجني العجينة لحد ما تتلم معاكي وتبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده. هما كوبايتين دقيق بس. بعد ما خلاص كده تمام العجينة، هنبدأ بقى ناخد قطعة قطعة من العجين ونبدأ ان احنا بقى نشتغل فيها مباشرة على طول. حطيت عليها كيس بلاستيك كده زي ما انتم شايفين، ومن تحت طبعا في المفرش السيليكون عشان اعرف اطلعها بسهولة بعد ما افردها. في المرحلة دي احنا هنا هنبدأ ان احنا نختار اي شكل احنا عايزين نشكل بيه البسكوت بتاعنا ده. انا اخترت شكل النهاردة ورقة الشجر، وهوريها لكم عاملة ازاي. طبعا انت ممكن تستخدمي اي قطاعة عندك متاحة، ممكن كوباية، ممكن اي حاجة انت حباه. بدأت ان انا اقطع بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا فردت العجينة بسمك يكون وسط، ما يكونش رقيق قوي ولا سميك قوي. بدأت ان انا قطعت بالقطاعة بقى الكمية كلها كده، وبعد كده شلت الزيادات بتاعة العجين. طبعا الزيادات دي بتتعجن تاني وتتفرد للمرة التانية تاني. ده كده شكل ورقة الشجر او شكل السمبوكس ده. بعد كده رحت جاية بقى بالسكينة، رحت جاية عاملة خط في النص، وبعد كده رحت جاية عاملة خطوط من على الجنب كده، فعطتني شكل ورقة الشجر. تمام كده شايفين. بس طبعا الاحسن ان انت تشتغلي مش السلاح بتاع السكينة، لا، الجنب اللي هو التاني ده كده بيديكي شكل اوضح لورقة الشجر. بعد ما خلصنا الكمية كلها، اللهم بارك، زي ما بحكي لكم بقول لكم هو عمل معايا اكتر من 80 بسكوتة من البسكوت ده. هندخله على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت الاول، اول ما يحمر معايا من تحت اروح جاية طافية تحت ومشغلة الشواية دقيقة واحدة تديكي اللون الذهبي الحلو اللي انت شايفاه ده. جميل جدا وزي ما انت شايفين يفتح النفس.